السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين ديالي العزاز الغاليين، تحياتي لكم جميعا وأهلا بكم وسهلا. لي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم، وشكرا لكم المشاهدين اللي الصراحة كنطرق لبعض المواضيع بحال هكا. في هذا الموضوع هذا بخصوص هذا الاحتقان اللي واقع وهاد المشاكل اللي بقينا كنشوفوها وهاد الصورة اللي ما راضيينش عليها حنا كمغاربه. هذا هو علاش طرقت لذاك الموضوع، لان ضرني خاطري وضروني وليدات شباب الصغار وضروني اطفال وضروني اباء هزن وليداتهم في يديهم. ضرني خاطري على رجال الامن اللي كيعنفوا الناس، كيعنفوا المواطنين، كيعنفوا الشباب. ضرني خاطري، وهذا هو علاش تكلمت الحباب ديالي. وإلا عطات لا زاد هذا الشيء غادا نزيد نتكلم، لان هذا الشيء هذه بلادنا وكلنا كتهزنا الغيره عليها، وكلنا كنبغيو نبينوها في صوره احسن في احسن في احسن. العزاز اللي غاليين ديالي المشاهدين، غدا نتكلم اخوتي. كتعرفوا اخوتي بانه هاد الناس اللي حنا كنتقدوهم، هما اللي القنوات الكبار. راه الانسان، شوفوا، انا كنكون انا راه عارف اني المتابعين ديالي راه انا حقانيه. عائلة محبوبه انتقدتهم في الوقت ديال الانتقاد. تعرفوا انا راه ما عنديش هذا، راه نهزو في العماريه ويبقى دائما في العماريه، الا خطا ينزل. انتقدتهم في وقت الانتقاد، ولكن هاد الناس تقادوا امورهم، صلحوا امورهم، تيخدموا بواحد الطريقه زوينه، طريقه احترافيه. عاطين واحد الصوره، انا ما نكذبش عليكم، عاطين الصوره ديال الولاد المرضيين مع الوالدين ديالهم، الولاد البارين بالام ديالهم. عاطين صوره زوينه، عاطين ديك الصوره ديال العرايسات اللي هما محابين مع بعضياتهم، عاطين ديك الصوره ديال اللوسه اللي مع عيالات خوتها محبه هي وياهم، عاطين الصوره ديال العجوزه اللي هي معاهم ودايرين لها الام ديالهم وكلهم تيقولوا لها امي، عاطين الصوره ديال الخوت مع بعضياتهم، عاطين الصوره ديال الوليدات المحنه على الوالدين ديالهم، كيفاش يخافوا على والديهم، كيفاش الا مرضوا والديهم كيفاش كيديروا عليهم. الصوره الزوينه، العكس ديال المخسور اللي كيبين باه موسخ، واللي كيبين الطبله ديالهم في اي وقت، في وقت ما تعطات ليه الفرصه وتيقولها باللسان ديالو، كيقول لهم انا كنفرشكم، انا كنحط كل شيء. هاد المخسور اللي كنتكلموا عليه، اللي ما كيحترم لا والديه ولا اللي مزوج بها، كل شيء عنده هو من اجل باش يطلع الفيديو، يدير شي حاجه مثيره اللي يطلع بها الفيديو، سوا مو، سوا باه موسخ، سوا باه قال شي هضره، سوا الكوزينه ديالهم شي طيب فيها حالته، سوا شي ماكله، سوا جاو عندهم شي ضياف وما اهتموش بيهم، لاي حاجه. لمراتو اللي هاد اليومين اللي شفتوها معري لها العنق ديال هذاك العنق المصدي الكحل، سوا كل مره يدير لكم شي حاجه، كل مره يدير لكم شي حاجه ويثير بها الجدل ويطلع بها الادسنس. وكنتقدوهم هاد الناس ديال محبوبه، لما تنتقدوا تصلحوا. هاد الناس ديال ولاد محبوبه تنتقدوا على حاجه وحده، شنو هي؟ تنتقدوا على الاحسان العمومي، تنتقدوا على الاحسان العمومي. وتكلمنا بالدليل، ما كناش كنتكلموا من فراغ. ولكن هاد الناس تصلحوا، تيخدموا في القنوات ديالهم مع بعضياتهم، عائلات ديال كيبينوا المحبه بيناتهم والكرم واكرام الضيف، وكيبينوا واحد الصوره اللي هي زوينه. العكس كما قلت ديال المخسور اللي كيبين الجوع ويبارطاجي السعايه، كيسعاو ويبارطاجي الصوره ديالهم النمطيه اللي هي دائما الجوع ودائما الكحط ودائما الحاله الموسخه ديال باه، ودائما يعني الا دار هذا الفيديو هذه المره غينتقدوه المنتقدين ينسيها عاوتاني ويعاود مره اخرى تاني يعاود نفس القضيه. الا دار هاد المره باه بين باه في ديك الحاله الموسخه، لا غد ليه من عين تاقدوه المتابعين وعين تاقدوه هما لي القنوات، غيخرج يقول لهم هو تيبغي يدير بحال هكاك، وراه هو هكاك، وعيعاود مره اخرى تاني يصور باه. يعني الا قلبتوا القناه ديالو دائما باه مصور موسخ، دائما كيصور باه هو موسخ، هو حالته. هاد الام ديالو اللي كتكذب
كتكذب على المتابع وكتحلف بالله على الكذوب وكتنافق. هاد المنافقه، هاد المنافقين اللي هما ناس كبار، كنشوفوهم ناس كبار وكينافقوا. النفاق الا انتقدناه حيت شفناه اب غير مسؤول، اب غير مسؤول. عطانا الصوره ديال الاباء اللي كيسمحوا في ولادهم، عطى الصوره ديال الاب المتخلي. كتسمعوا الاطفال المتخلى عنهم، ماشي نزلوا من السماء وتخلى عليهم، لا، راهم الاباء ديالهم تخلاو عليهم. هذا اب متخلي. يا كتسمعوا جمعيات ديال الاطفال متخلى عنهم، كتسمعوها؟ شكون اللي تخلى عليهم؟ الوالدين ديالهم. ها واحد الاب متخلي على الابناء ديالو، 4 ديال الاطفال متخلي عنهم، وعنده لاباس عليه وميسور ويحلف لك بالله بان خدمت هذه بالشيء الفلاني ودرت هذه بالشيء الفلاني. الكره ديالو والحقد ديالو على ولادو، ما عندوش المحبه على ولادو، ما عندوش الحنان على ولادو. واش هاد الاب ما ننتقدوش؟ ما يتنتقدش اب بحال هكا؟ واش هاد الام ولدت هاد الولاد بوحدها؟ واش هاد الام جابت هاد الولاد هي جابتهم لوداتهم معاها؟ ياك جات خاويه ولدات هي معاه، تهز هي 4 الاطفال وخرج هو ما عنده يهز يديه فوق راسو؟ بحال هكا بغيتو يكونوا اباء بحال هكا؟ لا، عطيونا من عندكم نتوما اللي كتنتقدونا وكتدافعوا عليه. هو عطيونا الحل من عندكم نتوما، وريو لينا شي حاجه من عندكم. اب متخلي على الابناء ديالو، والام ديالهم خدات الحق ديالهم منه بالقانون، وهو كيتحايل على القانون باش ما يعطيش الحق لولادو، باش ما يعطيهمش حقهم اللي عطاه لهم الله سبحانه وتعالى قبل من القضاء. هذه مسؤوليه عليه. هذا اب نعتبروه مع الاباء. واش راجل نعتبروه مع الرجال؟ حاشا لله، الرجال ما كيديروش بحال هكا. الراجل كيهز ولادو بداكشي اللي عنده، كيكافحو، تيخدم على وليداتو، ولو يخرج للشارع يطلب ويجيبها لوليداتو، يخرج يسعى الخدمه ويسعى العمل ويجيب لوليداتو. اب عنده شحال كيدخل في الشهر؟ شحال كيدخل في الشهر؟ 2 فيديوهات يخلصوا ليه النفقه ديال ولادو، 2 فيديوهات يخلص بهم النفقه ديال وليداتو، ما تيعطيها لهمش. اليوم النفقه موقفه النفقه، ما كيعطيش. وخرج كذب عليكم، الاب الكذاب اللي خرج كذب عليكم وقال لكم غنخلص النفقه لوليداتي وما نبقاش نخليها تجمع ليا. نهار اللي كان باه غادي بالقفه فيها الفلوس، هو باللسان ديالو قال لك انا هذه غلطه كنديرها كنجمع ليا النفقه، ما باقيش نخليها تجمع ليا، غنخلصها. سولوه قولوا له واش كتخلص النفقه قبل ما تنتقدوا ديك الام، وقبل ما تدافعوا عليه سولوه واش هادشي ترضيوه نتوما لولادكم؟ الا كنتي انت زوج واش تبغي هادشي لولادك؟ الا بغيتي هادشي لولادك راك بحالك بحالو، انت راه غير ذكر ماشي راجل. انت الا كنتي مراه وبغيتي بحال هادشي في ولادك، اذا انت ما عندكش المسؤوليه وما فيكش حس المسؤوليه، حيت الرجوله راه كتكون في المراه وتتكون في الراجل. الرجوله الا تنزعات كتبقى غير ذكر، فهمتي؟ وإلا انتيا ما عندكش الولاد، ما مزوجاش كاع، هادشي علاش كتنتقديها هي، فهمتي؟ كيبان لك هو بان لك انتي عجبك انتي شخصيته، عجباتك انتي شخصيا، انتي عجباتك شخصيته اللي كنتي شخصيا، قلتي هذا هو الراجل نقدر ما نعرفش نكون معاه انايا. الا كنتي انتي عجباتك الشخصيه ديالو وعاجبك هادشي وكتنتقديها هي، اذا انتي كتمنى يكون معاك بحال هذاك اولا انت. الحمد لله. ما يمكنش عباد الله الراجل
كاينه وليدات وعنده 4 الاطفال، 4 ما يعرفهم واش واكلين واش شاربين واش مرض واش قارين واش ما قارينش، ما كيعطيهم حقهم اللي هو حق العيش باش يعيشوا، ما كيعطيهم حقهم اللي هو يقلب على وليداته واش ساكنين ولا ما ساكنينش، ما يعطيهم حقهم ويعرفهم واش كيقراو ولا ما تيقراوش، ما يعطيهم حقهم في الحنان. ما كاين حتى شي حاجه. الام صافي ولدت تهز هي، هو يمشي خاوي هكاك. الوالدين اللي شاهدين شهاده الزور ومأدين عليها اليمين، هادو ناس، هادو ندافع عليهم انا، ما يشرفنيش ندافع عليهم، ما يشرفونيش بحال هاد الناس انا ندافع عليهم، اللي شاهدين شهاده الزور واللي مأدين اليمين الغاموس، هادو ما كيشرفونيش ندافع عليهم، ولو ندافع حتى على طرف من العائله ديالهم، بنتهم ولا اختهم ولا ما نعرف، لا، مأدي اليمين. العائله كامله هادوك مشاو ادوا اليمين باش اطفال ما ياخذوش حقهم، باش اطفال عباد الله ما ياخذوش حقهم، باش ينزعوا لهم الحق اللي عطاهم سيدي ربي. كيتحايلوا على القانون، ما سولوش في الدين وما سولوش في الشريعه الاسلاميه شنو كتقول الاب على الاطفال. نتوما ولو كان هاد الاطفال باهم مات، كاينه ناس كنعرفهم باهم مات وهزهم العم وهزهم الجد وهزتهم الجده. انا كنعرف مراه مات ولدها مات ومشات حقها. كتعرفوا المراه حقها شحال كتاخذ؟ السدس ولا شحال كتاخذ في ولدها؟ ما عرفتش شحال كتاخذ المراه في ولدها، ورث. مشات دارت له التنازل لوليداتها بالعدول، لولاد ولدها. قالت لهم ما ناخذ حتى شي حاجه، لا من الماندا ديالو اللي بقات ولا من الدار اللي خلى. مشات مسكينه جابوا العدول باش يديروا ديك ديال التركه. قالت العدول اول حاجه ما غادا نديرها هي انا نتنازل هادشي كامل لوليداتي، ما ندي معاهم حتى شي حاجه، ما ندي معاهم حتى شي حاجه، حتى داك راسورانس اللي كيخرجوه ليهم لان كان خدام ما نورثش. قالت له في ولدي وما ندي فيه حتى حاجه، كلشي لولاد ولدي. انا بغيت وليداتي نشوفهم، كنطلب الله تبقى عيني حتى نشوفهم، حتى يوصلوا للبلايص اللي كان كيتمنى ولدي يشوف وليداتو فيهم، وندخل ونخرج عليهم، ما ندي من عندهم حتى شي حاجه. ودارت الولاد ولدها التنازل بحال هادو كانوا يديروا هاد الناس هادو يديروا بحال هكا. انا كنعرف ناس عند ولدهم يتحرق ما يتم، ما قدروش يغيروا وليدات ولدهم، ما قدروش يخرجوا وليدات ولادهم من الدار، ما قدروش يحبسوا على وليداتهم المصاريف ديالهم، ما قدروش يخرجوا وليداتهم من المدارس اللي كانوا تيقراو فيها. كملت العائله، كملوا العمام والجد باش الوليدات يبقاو عايشين نفس العيشه اللي كان معاهم باهم. بقاو محاضنين على المراه، بقاو تيربيو معاها في الوليدات، ما خلاوهمش مخصوصين من شي حاجه. هي العائله السعايه، فهمتوا؟ تجيو نتوما وتجيو عندنا حنا تنتقدونا، المنتقدين تنتقدوهم وتجيو تسبوهم. انا بحال هادو ما يشرفونيش ندافع عليهم ولو قد هكا صغيره قد دقت لي برا، ما ندافعش عليهم فيها، لان شاهدين شهاده الزور، لان متخلين على الاطفال ديالهم. عائله تتشرف. احباب ديالي العزاز الغاليين، مع السلامه، شكرا لكم. وسمحوا لي لانني شفت واحد الاوباش وشفت الحيوان ديال ولدهم اللي كيسب، وشفت واحد الاوباش وشفت واحد الحشرات اللي كيدخلوا تيبداو يكتبوا عندنا وتيسبونا. انا جاوبتكم بالجواب ديالكم نتوما وامثالكم. الحباب ديالي العزاز الغاليين، مع السلامه، شكرا لكم.